فيلمنا بيبدأ بالدكتور اللي هو بينزل عشان بيدور على كهف فيه أشباح. بيكون الدكتور ده عنده إصابة في رجله لأنه المرض اللي عنده بيخليه مش قادر يتحرك. هنا بنرجع لقصته اللي هو بيحكيها من هو صغير، إنه كان مصاحب حد في دار الأيتام اللي كان عايش فيه. ودار الأيتام ده كانت فيه عيال بتعدي بتضربه، لكن الدكتور اللي هو صاحب دار الأيتام بيجي ينقذه وكان بيعامله زي ابنه. بيعدي الوقت والدكتور ده بيكبر ويتخرج من كلية الطب ويتصاحب على واحدة دكتورة برضه زيه. بيبقى اسم الدكتور معانا موربيس. بيكون أخد حاجة من دم الفئران تشكيله حطها للفار، بيلاقي إن الفار مات، فبيجيله إن هو فقدان كده للأمل وفقدان للتجربة، خلاص التجربة فشلت. وبيروح عشان يعالج الطفل اللي هو بيعالجها، وبيرجع كده صدفة. وهو لما راجع من الصدفة بيلاقي إن الفار وقف وشغال وبيتنطط عادي، مفيش أي مشكلة عنده. وبيرجع انه يروح يزور صاحبه اللي هو عيان زيه وعيان بمرض ان هو بيموت. وبياخدوا بعضيهم وبيمشوا ويتمشوا شوية وبيقولوا تعالى نتمشى. هحكي لك انا لازم ان انا اعمل التجربة، بس لازم تكون التجربة دي بعيد عن البلد عشان محدش يبقى يعرفها او ياخد ان هي انجاز ليها. يقول لصاحبه اعمل التجربة لازم تنجح عشان نكون مع بعض. بيروح للمياه الإقليمية علشان يعمل التجربة، بياخد معاه الدكتورة زميلته، وهو اللي بيقول له احجنيني في المكان المعين ده وبيشاور لها عليه. وبمجرد ما الدكتورة بتحجنه بيغمى عليه كده وبيفضل مغمى عليه. وبيكون جايب شوية مرتزقة عشان يحرسوه في المياه الإقليمية لأنه ما ينفعش يطلع لوحده في الباخرة. أول ما بيبصوا على المكان اللي كان مغمى عليه فيه ما بيلاقوهوش، بيلاقوه فاك بطريقة بشعة، فبييجوا المرتزقة عشان يضربوه بالنار، لكن ما بيعرفوش وبيضربهم واحد ورا التاني بيموتهم. والكاميرات بتبقى مسجلة كل حاجة. وبعد ما بيخلص عليهم واحد ورا التاني بيغمى عليه هو التاني، بس بيبدأ يفوق شوية بشوية، بيبقى محتاج للدم. بيلاقي ان الدكتورة هو مغليها بسبب ان هو تكسير الجزاز وتكسير الدنيا واتضربت وسط الناس، وبس بيطلب لها الاستغاثة بتاعتها. اما بيطلب لها الاستغاثة بيجوا الدكاترة والمفتشين علشان خاطر يفتشوا على السفينة. بيكون معاهم ناس في اي بي، وبيتفرج عليه صاحبه ده اللي هو بيتفرج عليه وبيقول ازاي صاحبي يعمل كده. بيكون مستغرب، بيروح يزور الدكتورة. وبيرجع موربس بيدور على الدم عشان يشربه لأنه هو واخد دم الأشباح، بس فعله بفعل الأشباح. وبيقول إن نتيجة الاختبار فشلت لأنه هو عايز كل 4 ساعات يكون يشرب دم وبيحاول يتنطط. والأشباح بتبقى زيه كده، الخفافيش بتبقى زيه كده ومفيش أي مشكلة معاه. وبيحب الخفافيش جدا أكنه أبوهم الروحي، وبيتنطط من هنا لهنا. وبيجي صاحبه يسأل عليه بيقول له ارجع اهرب، ما ينفعش تقعد جنبيا. صاحبه بيرميله الدم وبيمشي، بس صاحبه لو هو بيرميله الدم وبيمشي بياخد مصل من المصل اللي هو عامله عشان يبقى خفاش زيه، لأنه صاحبه التاني بيعاني من مرض ان هو خلاص كام سنة وهيموت. ولاقي الفيدراليين علشان يستوجبوا الدكتورة، بيقولها دكتور كان في 8 اشخاص ماتوا في السفينة دي. بتقول لهم انا معرفش اي حاجة، انا كنت مع الدكتور موربس واغمى عليا في الوقت معرفش ايه اللي حصل بعدها. وبتاخد بعديها الممرضة وتطلع بره، بس بتشوف ان الدنيا بتطفى والنور بيتطفى، بتخاف بتحاول بتجري بس بتلاقي ايد مسكتها من هنا. فالناس بتتوقع ان هو الدكتور موربس اللي هو قتل الممرضة. دكتور موربس كان مغمى عليه جنب الطفلة اللي هو كان بيعالجها، ومش عارف اي حاجه، وبيقول انا مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت دي. بيجي العملاء الفيدراليين بيحاولوا يستوجبوه، بيقولوا له دكتور موربس حصل كذا كذا، انت كنت فين. هو بياخد بعضيه، اول ما بيلاقي ان العملاء الفيدراليين هيستوجبوه بيجري خالص وبيهرب. بس بيقعد مع نفسه بيقول انا لازم اسلم نفسي، وبيسلم نفسه صح للدكاتره عادي خالص وما بيحصلش اي حاجه. بيقول لهم انا عملت حاجات غلط بس عمري ما قتلتش الممرضه، انا ايوه بغلط بس عمري ما قتلت. الفيدراليين ما بيصدقوهوش خالص وبيفتكروا ان هو بيهزر عليهم، فبيعمل عليهم الوش دوا. بيجي صاحبه ان هو يزوره لما بيتحط في زلزالة، بيقوله انت حالتك زبالة، انت عندك كل القدرات دي وقاعد كده ازاي يعني، ده انت ممكن تكسر حيطان وتطلع. اول ما بيطلع صاحبه بينسى العكاز بتاعه، فاول ما بينسى العكاز بتاعه بيعرف ان صاحبه خلاص بيجي شبح زيه وبيجي تبع الخفافيش. فبيطلع لصاحبه بيقول له اللي انت عملته ده انت قتلت الممرضة، قال له ايوه قتلتها، انا كنت محتاج الدم ولازم ان انا اشرب دم، انت عايز صاحبك يموت، احنا وصلنا للمستوى ده ما كناش بنوصل له خالص وكنا بنموت. بياخد بعضيه وبياخد صاحبه بيحاول يضرب فيه، بيحكي معاه بيقول له عيب يا صاحبي اللي انت بتعمله ده. صاحبه بيضرب العساكر والظباط. وموربس هنا بيكتشف ان هو بيركب الهوا، بيقول له صاحبه طب اطير انا صاحبي، وبيركب الهوا كده وبيطير.
العملاء الفيدراليين بيجوا وبيلاقوا كمية العساكر والضباط اللي ميتة فبيخافوا، وبيجي دوا للدكتورة حبيبة موربس بيحاول يخطفها عشان يعمل معاها الغلط ما بيعرفش. بيجي موربس هنا بيحذرها بيقولها خلي بالك صاحبي بيجي خفاش زيي واحتمال يعمل معاك الغلط. فبيقول لها غلط ايه بس انت ناسية ان انا الغلط كله. وبيروح مايكل ده اللي بيحاول ياخد المعمل المختبر ده للناس اللي بتطبع دولارات هناك مزورة علشان ياخدها ما بيرضوش، فبيكسر الواحد دراعه. اول ما بيكسر له دراعه بيقول له انت لازم تتعالج بكذا وكذا، خد البروفين وامشي. وهم اول ما بيشوفوا كده بياخدوا بعضهم ويجروا، وبنرجع لصاحبه اللي بيبقى فرحان بالجسد الجديد والقوة الهائلة اللي هو وصل لها، وبيروح عشان يعكس ويشرب في ويسكي في الكازينو. بس بيلاقي ان في شوية شباب بيرخم عليه يقول لهم بلاش، انا بيقول لهم ان دلوقتي ممكن اعمل معاكم الغلط ما بيصدقوش. اول ما بيروح المعمل بتاع صاحبه مايكل علشان خاطر ياخد الحاجات اللي فيه، فبيلاقي الدكتورة صاحبته بيقول لها فين مايكل بتقول له ما عرفش. فبياخد لما مؤاخذة صاحبته دي بيعمل معاها الغلط وبيحاول يقتلها بس ما بيعرفش. اول ما بيجي كده على خاطر مايكل بياخدها بيقول لها تعالى انا عندي الدنيا امان. ومايكل بياخدها بتقعد معاه بتقول له خلي بالك انا اتعورت، بيقول لها اتعورتي خلي بالك مني انا لان انا ممكن اعمل معاك الغلط. بس هو يتاري ان في اللي واحد اللي هيعمل معاهم الغلط بيراقبهم واقف بعيد علشان خاطر يعمل معاهم اكبر غلط. بس مايكل ما بيبقاش مدي اخوانه، بيكونوا بيدوروا العملاء الفيدراليين بيمسكوا مايلو هنا وبيشوفوه ان هو بيضرب الناس بيضربهم ضربة شنيعة. فبيروح للدكتور بيقول له اللي انت بتعمله يا مايلو ده غلط. بيقول له ازاي يا دك، ده انا دلوقتي بقيت في القوة هائلة محدش فيها، لازم انا دلوقتي استغل القوة دي. بيقول له شفت اللي عمله موربس اللي هو مايكل، بيقول له عمل ايه يعني الراجل ما جاش عندك انت اللي غلطان. فضل مايلو بيتغاظ وبيشط الدكتور شطة كده غريبة بيموتوا فيها. فالدك بيبقى لسه في نفس وبيرن على مايكل وبيقول له الحاجة مايكل صاحبك اتجن خلاص وبيحاول يقتل في الناس كلها، حاول تنقذه، حاول انك توقف عنده حده. فمايكل اول ما يجيله الاتصال من الدكتور نيكولوس كده بيتجن عليهم بيقول له انا هنقذك ما تقلقش. فبيروح للدكتور نيكولوس بيلاقيه خلاص مات وطلع في النفس. اول ما بيشوف مايلو بيقول له تعالى يا مايلو انا هعمل معاك الغلط. مايلو يقول له انت تعمل معاك الغلط مع مين ده انا بقيت اقوى منك. وبياخدوا بعض كده وبيقتلهم واحد ورا التاني. بس مايلو بياخد بعضيه وبياخد الدكتور على اخوانه وبيقتلها. اللي هو بيرجع يلاقي دلوقتي مايلو ان الدنيا خربت خالص لان مايلو قتلها. مايكل بيتجن عليه وبياخدهم على طول هما الاتنين، فبيبدأ يضربوا ببعض واحد ورا التاني. بس مايكل بيهزمه بهزيمة شنعاء بعد ان هو بيضربه ضرب غبي. بيلم الاشباح بتاعته اللي هو الخفافيش بتيجي لمايكل عشان تنقذهم من مايلو وبدأ يضربوا ببعض ضرب كتير، محدش يعرف ينقذهم من بعض والدنيا خربانة. وبيجي الشرطة يلاقوا انه مايكل ضرب مايلو لان الخفافيش ساعدت مايكل لما مؤاخذة يعني حاجة جمدان جمدان. ومايلو هنا بيبقى واقف مصدوم من اللي بيحصل، كل ما بيحاول يضرب مايكل بيهزمه. فبيبدأ خالص ان الخفافيش بتنزل على مايلو تاكله وتنتف فيه لحمة لحمة لغاية ما تنتفه خالص. وبيجي عند مايكل هنا اللي بيديه المصل خالص بتاع الموت بتاع سم الخفافيش. اول ما مايلو بياخد السم بتاع الخفافيش كده بيروح بيقول انت قتلتني يا مايكل بشغل كده اللي هو صعبانيات. بيقول يا عم صعبانيات ايه ده انت قاتل نص الفيلم. وبيبص له كده بيقول له يلا سلام عليكم. اللي هو مايكل بياخد بعضيه من على الخفافيش وبيطير. وده راجل ملناش دعوه بيه ولا شفناه من اول الفيلم، ظهر مره واحده. وبيجي معانا مايكل اللي بيختفي مره واحده مع انه المفروض ان هو هيموت. وبيظهر معاه واحد اسمه سوبرمان. تبقى مدعكه وانتظرونا في